أكد تقرير صادر عن موقع ميليتري أفريكا المتخصص في الشؤون العسكرية في القارة السمراء أن سعي القوات المسلحة المغربية إلى اقتناء غواصتين عسكريتين أشعل منافسة قوية بين شركاء بناء السفن الحربية والقطع البحرية على المستوى الأوروبي، خاصة بين شركتي نافال جروب الفرنسية والتي ام اس الألمانية. وسجل المصدر ذاته أن الشركة الفرنسية تسعى بقوة إلى تزويد المغرب بغواصتين من طراز سكوربين التي تتميز بخاصيتي التشغيل الذاتي والقدرة على التخفي، فيما تقدم الشركة الألمانية من جهتها خيارات متطورة من خلال غواصات دولفين التي تتوفر على نظام قتالي متطور ونظام إطلاق أسلحة مرن، مما يجعلها خيارا موثوقا يعزز العرض الألماني في سوق الغواصات العالمي. ولم يخفي التقرير وجود منافسة من دول أخرى من أجل الحصول على عقد الغواصتين المغربيتين، من بينها روسيا واليونان والبرتغال، مشددا على أن سعي المغرب إلى الحصول على غواصات ليس جديدا، بل هو طموح قديم للبحرية الملكية، إذ تكتسب هذه الخطوة زخمها من التوترات الإقليمية، خصوصا التنافس البحري مع الجزائر. واعتبر موقع ميليتري أفريكا أن قرار المغرب بشأن الغواصات ينطوي على تبعات استراتيجية كبيرة، إذ من شأن امتلاك غواصات متقدمة سواء كانت سكوربين الفرنسية أو دولفين الألمانية أو حتى أمور الروسية أن يعزز بشكل كبير قدرة البحرية الملكية على تأمين المصالح البحرية المغربية، مؤكدا أنه مع اشتداد المنافسة يقف المغرب أمام قرار حاسم سيحدد ليس فقط مستقبل قواته البحرية، بل أيضا مكانته كقوة إقليمية صاعدة في شمال إفريقيا. في هذا الصدد قال عبد الرحمن مكاوي الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية إن نية المغرب إدخال سلاح الغواصات ضمن ترسانته العسكرية البحرية تأتي في إطار العقيدة الجيوستراتيجية للملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، الذي غير منذ توليه العرش العقيدة العسكرية المغربية، حيث أصبح البحر عمقا وأساسا لهذه العقيدة العسكرية وللأمن القومي. وأضاف مكاوي أن المملكة تطل على واجهتين بحريتين وتضم شريطا ساحليا يمتد لأكثر من 3500 كيلومتر، إضافة إلى إشرافها المشترك رفقة إسبانيا وجبل طارق على مضيق جبل طارق، الذي يعد ممرا بحريا استراتيجيا ليس فقط بالنسبة للمغرب وإنما أيضا للعديد من القوى الغربية، خاصة الدول الأعضاء في حلف الناتو. وأكد الخبير ذاته في تصريح لجريدة إسبريس الإلكترونية أن امتلاك الرباط لسلاح الغواصات سيشكل بكل تأكيد إضافة نوعية للقوة البحرية المغربية، وسيعزز من التفوق التكتيكي للقوات البحرية في المنطقة المغاربية سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك حاليا 8 غواصات روسية الصنع من طراز كيلو من الجيل القديم، والتي أصبحت تعاني من مجموعة من المشاكل التقنية. وأبرز أن امتلاك غواصات متطورة أصبح رهانا بالنسبة للعديد من الجيوش في العالم، إذ إن هذا السلاح وإلى جانب مهامه القتالية يمكن استخدامه أيضا في مجال زراعة الألغام البحرية والحروب السيبرانية، معتبرا أن الغواصات الفرنسية والألمانية تظل من أفضل الخيارات بالنسبة للمغرب، مع أفضلية لفرنسا مع عدم استبعاد بعض الخيارات الأخرى مثل اليونان وكوريا الجنوبية. وخلص إلى أن إرادة إدماج سلاح الغواصات في الترسانة العسكرية المغربية موجودة لدى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، غير أنه لا يستبعد أن تكون هناك مناقشات مع الموردين المحتملين حول التكلفة، بالنظر إلى أن هذا النوع من الأسلحة يتطلب مبالغ ضخمة سواء على مستوى الاستخدام أو الصيانة. كما قدمت كل من اليونان والبرتغال عروضا لبيع غواصات مستعملة كخيار اقتصادي. ومن المتوقع أن يكون لقرار المغرب بشأن مزود الغواصات تأثير استراتيجي كبير، فاختيار المجموعة البحرية الفرنسية قد يعزز التعاون الدفاعي بين البلدين، لا سيما بعد تسلم المغرب الفرقاطة محمد السادس من الشركة نفسها عام 2014. أما التعاون مع ألمانيا أو روسيا فقد يفتح الباب أمام تنويع الشراكات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على مورد واحد. ولا تقتصر خطط المغرب على شراء الغواصات فقط، بل تشمل أيضا تعزيز قدراته في مجال مكافحة الغواصات، حيث أعلن عن نيته شراء طائرتين متخصصتين في الدوريات البحرية، ويدرس خيارين رئيسيين: طائرة ETR-72 من شركة ليوناردو الإيطالية، وطائرة C-295 إيرباص الأوروبية. ووفقا للمصادر ذاتها يواصل المغرب تطوير قدراته البحرية لتعزيز أمنه القومي وحماية مصالحه البحرية في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة. وفي ظل استمرار المنافسة بين الشركات الأوروبية والروسية، يبقى قرار الرباط بشأن المزود النهائي للغواصات حاسما في رسم مستقبل القوة البحرية للمملكة.